أحرجت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب الأردن وبلادها للمرة الثانية بنفي تصريحها حول التواجد الدركي الأردني في البحرين، واصفة بأن الإعلام قد حرف كلامها لأسباب لا تعلمها. وأضافت رجب لمراسلة راديو سوا الأمريكي في الأردن رائدة حمراء أنها لا تمتلك معلومات حول تواجد قوات الدرك الأردني في البحرين. فيما يتعلق بوضع الأردن، تصريح يعني حضرتك عندما قلت بأن قوات الدرك الأردنية موجودة وفق اتفاقيات أمنية ما بين البلدين، هذا شيء طبيعي بحسب وصفك، لكن هذه الاتفاقيات غير فاعلة. هذا ما قيل، صار في تحريف لما قلت. نعم، ماذا؟ وأنا قلت إن كانت هناك قوات درك الأردنية موجودة في البحرين فهي تأتي ضمن اتفاقيات قديمة وليست جديدة، ولا علاقة لها بأحداث البحرين. اتفاقيات الأمنية وللتدريب وللتعاون موجودة البحرين مع دول عديدة وليس فقط الأردن. وهذا يعني أصول التعامل الدولي وليس البحريني فقط. تم تحريف هذا التصريح لأسباب لا أعلم. يعني هل تقصدين أن حاليا لا توجد قوات درك في البحرين؟ أنا لا أملك، حتى سئلت سؤال آخر حول هذا تتذكري، قلت لك لا أملك معلومات. إن كانت موجودة فهي تأتي ضمن هذه الاتفاقيات، واتفاقيات قديمة. لا أعلم حتى الآن، لا تعلمين إذا لا كان ليس لدي معلومات حقيقة. يعني أنا لم أدخل كمسؤولة في البحرين، لم أتحقق من هذا الموضوع. نعم. يعني فيما لو أنه فعلتم هذه الاتفاقيات الأمنية مع الأردن، هل يعني ذلك بأن القوة الاحتجاجية في الشارع البحريني كبيرة جدا لدرجة أنكم ستستعينون؟ لا أبدا، لسنا بحاجة أن نستعين بأحد، وليست هناك قوة يعني حالة تستدعي تدخل أي طرف أو مواجهة بهذا المستوى. قوات الأمن البحرينية تتعامل مع الإرهابيين بحسب القانون، وأعتقد إحنا بخير، لسنا بحاجة إلى كل ما يتم يعني تداوله بأساليب سياسية مغرضة. هذه الاتفاقيات الأمنية تنطبق عليها جوانب مالية مع الأردن؟ الحقيقة ما عندي فكرة. وكشفت رجب سابقا عن وجود قوات درك أردني على أرض بلادها، عازية ذلك إلى وجود اتفاقية أمنية بين الأردن والبحرين. الموضوع لماذا الدرك الأردني في البحرين؟ هناك اتفاقيات أمنية بين البحرين وبين الأردن، موجود مع الأردن مع مصر. احنا لدينا اتفاقيات مع أشقائنا العرب، ولم نطلب أي عون من أي أحد أجنبي. وإذا يوم من الأيام لا سمح الله الأردن احتاجت أن تفعل هذا الاتفاقية مع البحرين وتأتي بقوات أردنية، أنا أول من أتقدم لهذا التطوع في هذا العمل. يشار إلى أن الحكومة الأردنية دأبت على نفي وجود قوات لها في الخارج بعد مزاعم ترددت حول مشاركة قوات الدرك الأردنية في قمع المتظاهرين في مملكة البحرين. البتراء الإخبارية، عمان.